ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حابه ان انا اعمل لكم الفيديو ده لكل طلاب تالتة اعدادي. عايزه اكلمكم عن تجربتي في تالتة اعدادي، وعايزه اديكم نصايح كتير جدا كنت بعملها، ويعني بجد يا رب يا رب يا رب الفيديو ده يفرق معاكم كتير، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله تمشوا على الخطوات اللي انا هقولها لكم وتجيبوا اعلى الدرجات. عايزه اقول لكم تقريبا ناس كتير جدا بتقول لاي حد داخل تالتة اعدادي نظم يومك ونام من الساعه كذا للساعه كذا وقوم بدري. بصوا الكلام ده كله مش هيمشي معانا، يعني حتى لو انتوا حاولتوا ان كنتوا تمشوه في الاول بعدين مش هيمشي خالص، لان مواعيد الدروس هتبقى مقصره معانا جدا، مع ان احنا هنذاكر امتى وهننام امتى، فان احنا ننام الساعه كذا ونصحى الساعه كذا دي مش هتمشي خالص، صدقوني بجد. مع ان في ناس مثلا 30% مثلا ممكن يمشوا النظام ده، بس 70% من الطلاب مش بيمشوا النظام ده خالص. تعالوا اقول لكم تجربتي بقى كنت بعمل ايه. انا كنت من الناس اللي باجي من الدرس باكل وببتدي اذاكر حاجه انا مثلا عاملاها في جدول المذاكره بتاعي، وبعد كده ابتدي اذاكر الجزء اللي انا خدته في الدرس. تمام. طيب ناس كتير هتقول لي يعني هتبقي مركزه في كل ده؟ اوقات اللي كنت باخده في الدرس ده ما كنتش بحفظه، انا يا دوبك خدت فكره عنه وبذاكره تاني يوم او تالت يوم، بس المهم اني خدت فكره عنه، حتى لو بعناية كده هتتسجل في دماغي، ولما اجي هذاكره هيبقى سهل جدا على فكره. جربوا الجزئيه دي. طيب كنت بنام امتى بقى؟ كنت بعد ما بخلص بنام، يعني انا مثلا خلصت 12 بنام، خلصت واحدة بنام، خلصت 3 بنام. ولما كنت بصحى الصبح عشان اروح الدرس ممكن ما اكونش خدت كفايتي من النوم، فكنت لما باجي بنام، ولما بصحى باكل وبقعد اذاكر. وده على فكره كان بيبقى نظام كويس. ليه؟ لاني كنت ببقى واخده كفايتي من النوم، فبالتالي انا هبقى قاعده مركزه في المذاكره، فده كان يعني نظام كويس. بس ما تستهتروش ان انا هنام ساعتين بس ولا 3 ساعات واقوم اذاكر، لا انتوا مش هتركزوا خالص، مش هيبقى عندكم طاقه، هتبقوا همدانين، دماغكم وجعاكم، فده هيأثر معاكم كتير. طيب ناس برضو كتير هتسألني وهتقولي طيب انتي دلوقتي كنا بنذاكر المواد ازاي بقى، يعني بنذاكرها ازاي عشان نجيب فيها درجات كتير ودرجات عالية؟ بصوا كل مادة غير التانية، ولما هتخشوا تالتة اعدادي هتعرفوا ان كل مادة فيها جزئية مليانة وفيها جزئية مش مليانة. طيب مثلا هبتدي لكم بالعربي. العربي 80 درجة، يعني كتير جدا العربي، وتقريبا بيبقى واخد 3/4 مجموعنا. طيب ده او نص مجموعنا تقريبا يعني. طيب ده هنمشيه ازاي او هنذاكره ازاي؟ عايزه اقول لكم ان هو بيبقى متقسم لكذا حاجه: تعبير، املاء، نحو، قراءه، نصوص، قصه، كل ده. بس انا عايزه اكلمكم عن جزئيه معينه زي النصوص او القصه، لان هتلاقوها دي اللي كتير قوي في تالتة اعدادي، وهتبقى واقفه معاكم في مظاهر الجمال والمعاني والحته دي. كنت بعمل ايه فيها؟ كنت مثلا باجي من الدرس اذاكر مثلا النصوص. هكلمكم عن النصوص مثلا، وده برضو على القصه. النصوص مثلا جايب لي الجزء الاول او البيت الاول، كنت باخد البيت مثلا الاول، اللي هو مثلا البيت الاول بيبقى مثلا 3 سطور او 4، باخده بذاكره كويس، معنيه مظاهر الجمال بتاعته، وبقفل الماده دي وباخد ماده تانية. ماشي. باجي تاني يوم في نفس الاسبوع، بس مش لازم يبقى تاني يوم اللي هو انا ذاكرت النهارده اذاكره بكره، لا انا قصدي المادة دي لما باجي اذاكرها في نفس الاسبوع تاني. ماشي. بعمل باخد الجزء التاني من النصوص، بس براجع الاول على الجزء الاولاني. ونفس القصة اليوم التالت بعمل نفس القصة كده، وبراجع برضو على اللي فاتوا، الجزئين اللي فاتوا، وبخلي يوم في اخر الاسبوع بذاكر فيه على الدرس من اوله لاخره. ودايما تخلوا يوم كده في الاسبوع، مثلا ممكن تخلوه يوم الجمعة تراجعوا فيه دايما على مثلا درس قديم في العربي، هتراجعوا مثلا على درس تاريخ، على يونت كلمات انجليش كده. يعني تحاولوا تخلوا يوم كده مثلا تراجعوا فيه على كذا حاجة قديمة، ومثلا تذاكروا على جزء صغير من حاجة مثلا انتوا وقعت منكم في نص الاسبوع، يعني مثلا جزء المفروض كنتوا تذاكروه تعبتوا فيه او اتلهيتوا في حاجة تانية او كان عندكم حصص اضافية، لا خلوا الجزء ده تذاكروه في اخر الاسبوع في اليوم ده، مثلا لو حاجة وقعت منكم فيه او حاجة ما حفظتوهاش حلو عايزين تتكوا عليها.
طيب في القصة اللي في العربي نفس الحكاية، بعمل نفس القصة، بقسم انا الاسئلة بتاعة الدرس وبعلم على الحاجات اللي في نص الدرس نفسه. ممكن تكون حاجات مهمة مش موجودة في اسئلة الدرس، خلوا بالكم من النقطة دي كتير. طيب مثلا نخش على العلوم من الحاجات اللي فيها كيمياء واحياء وفيزياء، فلازم مذاكرة كويسة جدا. يعني كنت بعمل ايه؟ الكيمياء لازم حفظ حلو جدا مع فهم. الاحياء تقريبا الاحياء بتبقى كلها حفظ. بالنسبة للفيزياء فهي فهم قبل الحفظ ب4 مرات. ليه بقى؟ لان الفيزياء من الحاجات المعقدة كده تقريبا، يعني تقريبا بتقف مع ناس كتير، فالفيزياء لازم الاول نفهمها قبل ما نحل عليها او نحفظها. ماشي، فدي نقطة مهمة جدا. الدراسات من الحاجات اللي هتلاقوها سهلة، حتى لو في جغرافيا في ترم صعب او تاريخ في ترم مثلا تاني صعب، فانتوا هتلاقوا ان الموضوع سهل جدا. هو محتاج بس ان كنتوا تراجعوا باستمرار. لو في جزء صعب فانتوا المفروض ان كنتوا تراجعوا باستمرار، والدنيا هتبقى ماشية زي الفل معاكم. طيب الانجليزي هتلاقوا عندكم كلمات كتير، فاحنا هنعمل ايه؟ اليونت اللي هنخلصه او الليسون اللي هنخلصه هنخليه يوم اخر الاسبوع زي ما قلت لكم كده، نراجع على اليونت ده او على الليسون ده، وابتدي امشي بالنظام ده على طول. كل مثلا اسبوع براجع على يونت. طيب انا اليونت ده خلاص يعني حفظته حلو قوي، مش محتاج حاجه، هعمل ايه؟ هاجي الاسبوع اللي بعديه اروح مراجعه على 2 يونت انا خلاص حافظاهم صم، يعني لو قالوا لي كلمه في اي وقت هعرف اقولها. دي من الحاجات اللي بجد بجد يعني هتنفع معاكم جدا في الانجليزي. طيب ايه كمان عايزه اقول لكم؟ الرياضه سهله جدا، ترم اول وترم تاني، سواء جبر بقى او هندسه، فالاتنين سهلين، عايزين بس شويه حل وخلاص وهتبقى زي الفل معاكم. يعني حرفيا سهله جدا وبسيطه. عايزه اقول لكم ان هي سنه هتعدي ان شاء الله عليكم يعني بهدوء وبنجاح ان شاء الله، وهتخشوا اللي كلكم نفسكم فيه. بس عايزه اقول لكم ان اكتر حاجه مش عايزاكم توقعوها منكم التوتر والتشتت والكلام اللي هيبقى حواليكم، لان كنتوا هتسمعوا كلام كتير من اللي حواليكم، ده تنسيق هيجي كذا، ده ده الامتحانات بتيجي صعبه. بصوا يعني انا الصراحه تجربتي في ثالثه اعدادي كنت متوتره، كنت خايفه طول الوقت. بس عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا جدا جدا. قبل كل الكلام اللي انا قلته لكم ده لازم 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 تنتظموا على الصلاة عشان ربنا يوفقكم. كنت بسمع الكلام ده من كل اللي حواليا، من كل قرايبي، من ماما وبابا، على طول يقولوا لي صلي صلي. كنت مقصرة في وقت كبير من ان انا ما بصليش بسبب الضغط وان انا ما كنتش صراحة ما كنتش منتظمة. بس لما صليت وانتظمت على الصلاة لقيت لا ربنا كرمني الحمد لله. وقروا قرآن وهيعدي عليكم اكيد رمضان. عايزة لما يعدي عليكم رمضان بجد تستغلوه ان هو شهر جميل. هتحفظوا فيه قرآن، هتصلوا، هيبقى عندكم وقت طويل جدا. يعني تقريبا هنستغل طول فترة الصبح في المذاكرة، ودي هتبقى حاجة مميزة قوي، لان كنتوا بالليل هترتاحوا بقى وقدام التلفزيون. وان شاء الله هعمل لكم فيديو مخصص كده قبل رمضان اقول لكم ازاي تنظموا وقتكم اكتر. يا رب يكون الفيديو استفدتوا منه، وعايزاكم بقى تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه عشان تشجعوني على فيديوهات تانية كتير. وعايزاكم كمان تكتبوا لي كومنت تقولوا لي فيها ايه النقط اللي ممكن اكون انا ما خدتش بالي منها، تكتبوها لي وانا هرد عليكم. وتقولوا لي لو في حاجه انتوا مثلا واقعين منكم وعايزين تنظموها او مش عارفينها، تكتبوا لي في كومنت وانا هرد عليكم ان شاء الله. واستنوني في فيديو جديد. سلام.